أود الدذا اللي مزولنا ينوب. واش مرحبا بكم في أقدم زاوية قرآنية في المغرب، قرية تناغم. والقرية ديال تناغملت تبنات في القرن ال17 ميلادي. ثاني حاجة وتبنات على يد موسى بن يعقوب بوغماز. وهذا الباب اللي كتشوفوا ورايا تمثلت فيه لقطة ديال المسلسل ديال باب علي. وهذا اللي ورايا هو الحمام ديال تناغم. تخيلوا معايا العمر ديالو اكثر من 500 عام. هاد الحجره اللي كتشوفوا هنا كاينه في تناغمت. تخيلوا معايا داز عليها الزنزان ما تحركاتش بقات هكا، شاده واحد الحجره غير صغيره. تغي في بضاضري لدور وكريت نوصل قريب الله. ليلي وليلي ليلي وليلي ثلاثة سنو بسيط وحاول تغي في حاول تغي في بضاضري لدور وكريت نوصل قريب سنون. ليلي وليلي حاولت تغيفي حاولت تغيفي بضاضري بالوان واسم ربي ما يسيق لحال. ليلي ويا ليلي ليلي ويا ليلي سلكت سلو مسيق وحاولت تغيفي حاولت تغيفي بضاضري بالوان واسم ربي ما يسيق لحال. حاولت تغيفي حاولت تغيفي بضاضري بالوان تغي في بضاضري لدور وهي وهي سمول النار غدو ذنور. ليلي وليلي هلو هلو. شوف الخوت بالنسبة لهاد البلاصة هادي هي تناغملت البلاصة واعرة بزاف تبارك الله، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. فيها الخوت هاد دار القرآن اللهم بارك، يعني شي حاجة واعرة قريبة للشلال الخوت. بالنسبة للشلال أوزود قريبة عليه. غندير ان شاء الله تعالى غندير واحد الدويرة تما وغتشوفو معايا كلشي ان شاء الله. يلا الخوت اللي تسقاو. انا الخوت ما شاء الله تبارك الرحمن. بالنسبة للموطور الخوت احنا باشيناه تما ان شاء الله نكتشفو هاد البلاصة هادي اللي فيها واحد المعلمة تاريخية اللي هي دار القرآن. شي حاجة اللي عظيمة عند الله عز وجل. اكتشفوا هاد البلاصة ان شاء الله، يعني قليل اللي عارف هاد البلاصة الخوت. هاد البلاصة كتواجد في تناغملت، يعني جيت شلالة أوزود، واحد البلاصة اللي هي زوينة بزاف. هاد البلاصة الخوت السات شي 17 قمير
17 قرن 17. كاين الخوت واحد الحمام هنا، وكاين اللي عنده واحد 500 عام اللهم بارك. كاين غير القرآن الخوت. انا ندور لكم الكاميرا القرآنية ديال الخوت، ممكن تشوفوا معايا. هي ديال الخوت ان شاء الله. نمشيو ليها من هنا. السلام عليكم. داير شي مزيان؟ شي بخير؟ الله يحفظك. وبالاشاره خوت هاد البلاصه راه كنصور فيها الفيلم ديال بابا علي، واحد الفيلم اللي هو معروف بزاف. تحياتي. كاين شي بلاصه ياك غنجي نلعب هاد الصغار خوت. السلام عليكم. كي دايرين؟ كاين شي بلاصه ولا والو؟ تبيضني ما عارفش نلعب. شكرا بزاف. اش لحد دقيق. يا خوت ما شاء الله. ملي كتعود لواحد البلاصه اللي كتشوفوا معايا، يعني الحمد لله الماء جاي من بعيد. ما تبارك الله ما شاء الله الخوت من موجود مزيان الصريبيات. صافي شكرا اخويا. شوف ما تبارك الله ما شاء الله. الماء نقي الخوت ما شاء الله تبارك الرحمن. من الجنان الخوت ونطلعوا ان شاء الله نشوفوا نكتشفوا ان شاء الله دار القرآن. انتم الخوت واحد الاطلاله اللي هي واعره تبارك الله. كاينين الجنانات الخوت. هذا هو المسجد، يعني شي حاجه. كاينه واحد النخله الخوت هي محروقه، يعني هادشي واعر بزاف تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اطلاله واعره بزاف. بالنسبه لدار القرآن يعني هي مسدود هنايا، ميمكنش لينا اننا ندخلو. دونك الواحد اذا كان ضروري كيكون شي مرشد هنا، يعني ميمكنش كيفاش ندخلو الخوت. دونك نكتفيو بهذا القدر هذا. شوف الخوت واحد الاطلاله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الخوت عظمه ديال الله عز وجل.